طيب هي فوضى طبعا هو واحد من اجرى الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه. بطولة طبعا الاستاذ الكبير الفنان الكبير خالد صالح وهالة صدقي ومنى شلبي يوسف الشريف هالة فاخر، ممثلين كتير جدا. طبعا ما ينفعش يبقى في قائمه للافلام الجريئه والفيلم ده ما يكونش موجود، لانه صح. بيناقش فتره كان فيها بعض الفساد من بعض الجهات، يعني هو لما كان نموذج لبعض الفئة من هذه السلطة بالظبط. فاسدة. بالظبط. وبعدين تحسه تنبأ بتجمهر الناس أو حاجة زي كده. في آخر الفيلم كان خالد يوسف وطبعا يوسف يوسف شاهين. شاهين، الله يرحمه. تنبأوا بأنه الناس هتتجمهر أو حاجة هتحصل بشيء من هذا القبيل يعني. بالظبط بالظبط، وهو الفكره كلها كان في بيتكلم عن فتره الفساد اللي كان حاصل في الوقت ده، وده اكيد هيؤدي في وقت من الاوقات لو يعني لوجود فوضى انفجار. او انفجار هيحصل بشكل ما يعني. طبعا الفيلم كان جريء جدا على مستوى التناول السياسي او على المستوى الفني يعني، وواحد من اهم الافلام. وطبعا لو هنتكلم عن المستوى الفني بقى فهنتكلم طبعا عن اهم اداءات خالد صالح الله يرحمه يعني. أيوه. شخصيه حاتم أداء تحفة. من اهم الاداءات يعني اللي اتعملت في تاريخ السينما، يعني شخصيه حاتم طبعا في امين الشرطه وبعدين فكان كان هايل. في لاين كده في الشخصية جانبي مع منة شلبي، ده كان لاين طبعا. جريء في حتة تانية برضو يعني، ده طبعا. كان برضو يحسب لجرأة الفيلم. طبعا.